السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله في هذا السيشن هنشرح لنا الميتابوليزم، الدراج ميتابوليزم. يعني ايه كلمة ميتابوليزم؟ ميتابوليزم يعني بايو ترانسفورميشن. كلام جميل، كلام جميل. قبل ما نخش على الميتابوليزم محتاج اقول لكم حاجة كده، حاجة مهمة جدا او انترودكشن بسيطة جدا. احنا عندنا في شباب طول ما ناخد الدراج، طول ما يحصل ابزوربشن للدراج، او طول وانس الدراج انتر البادي، الدرج بيحصل له ميتابوليزم. يعني يقول لك يحصل له اليمينيشن على طول. ميتابوليزم يعني يحصل له اليمينيشن على طول. يبقى انت دلوقتي يا عم لما يقول لك امتى الدرج بيحصل له اليمينيشن؟ وانس انتر انتر ذا بادي. كلام جميل، كلام جميل. بقول لك يا باشا، انا عايز اقول لك ان في كلمه اليمينيشن دي اصلا اليمينيشن لوحدها بيقول لك في 3 ميجور روت اوف اليمينيشن. اوف اليمينيشن. يبقى احنا عندنا 3 طرق للاليمينيشن اوف ذا دراج. عندنا اول طريقه اسمها الهيباتيك ميتابوليزم، ان يحصل الدراج يروح الجسم، يروح الليفر، يحصل له هيباتيك ميتابوليزم. تاني حاجه اما اخرجه بايلاري اليمينيشن، اخرجه عن طريق البايل سولت. تمام. او يخرج عن طريق الايه اليورينري اكسكريشن. يبقى انا لما اسالك يا دكتور اقول لك عندك 3 ميجور روت اوف اليمينيشن، تقول لي 3 حاجات. يبقى الاليمينيشن ده حاجه كبيره، تحتها 3 حاجات. الاكسكريشن تحتها، اليورينري اكسكريشن تحتها، الهيباتيك ميتابوليزم تحتها. كلام جميل. الاليمينيشن الفيرال اليمينيشن تحتها. تمام. كلمه اليمينيشن عشان تبقى عارف الريفيرسبل، زي الديستريبيوشن بالظبط، يعني اللي بيروح ما بيرجعش. كلام جميل. يعني اللي بيحصل له ميتابوليزم ما بيرجعش. كلام جميل جدا ويحترم. قال لك الاليمينيشن يا باشا، انت هو زي ما انا لسه قايل لك من شويه، عندنا بيخش تحت حاجتين اتنين. يعني الاليمينيشن ده بينقسم لقسمين اتنين، ميتابوليزم واكسكريشن. الميتابوليزم طبعا انا بفضل اقول عليه بايو ترانسفورميشن، مش ميتابوليزم، انا بقول بايو ترانسفورميشن. تمام. يعني ايه كلمه بايو ترانسفورميشن بقى؟ ما هو كلمه بايو ترانسفورميشن، كلمه بايو يعني ايه؟ يعني عضوي. ترانسفورميشن يعني تحويل. يبقى انت هتحول حاجه من حاجه لحاجه. كلام جميل. احنا عندنا يا باشا البايو ترانسفورميشن اللي بتحصل، او الليدز، او الليدز بتاع الميتابوليزم. طبعا احنا متفقين كلنا ان الليفر هو الميجور سايت اوف اوف ميتابوليزم. الميجور سايت اوف ميتابوليزم هو الليفر. تمام. هل كده مثلا الميجور سايت اوف ميتابوليزم هو الليفر، فبالتالي مش هيكون في حاجات ثانيه تكون تحصل ميتابوليزم فيها؟ قال لك لا، في سام اورجان بيحصل لهم ميتابوليزم برضه، يعني بيحصل فيه ميتابوليزم. زي مثلا عندك الكدني بيحصل فيها شويه ميتابوليزم، وعندك مثلا الادرينال جلاند بيحصل فيها شويه ميتابوليزم، وهكذا. بس الميجور سايت اوف ميتابوليزم هو فين؟ في الليفر. حلو. قال لك يا باشا في الابزوربشن، لما انا جيت اتكلمت معاك قلت لك ايه؟ قلت لك الابزوربشن لازم يكون الدراج يكون هايلي ليبيد ايه؟ يكون ليبيد سوليبل. تمام. الميتابوليزم بقى ايه وظيفه الميتابوليزم؟ والله الميتابوليزم الوظيفه بتاعته هو كونفيرت الدراج انتو ووتر سوليبل. تمام. يعني انا عايز احول الدراج من الصوره اللي هي ليبيد سوليبل الى ووتر سوليبل. الكلمه الاحسن ان انا احوله الى بولر، اللي يكون ايه؟ مور بولر. ليه بقى مور بولر؟ انا قلت لك من شويه كلمه اليمينيشن بتندرج بيبقى تحتها ايه؟ حاجتين اتنين، بيحصل ميتابوليزم ويحصل ايه؟ واكسكريشن. كلام جميل. انا دلوقتي محول الدراج من الليبيد سولابل الى ووتر سولابل عن طريق ميتابوليزم. هيجي لي الخطوه الثانيه بتاعت الاليمينيشن اللي هي الاكسكريشن، اليورينري اكسكريشن. كلام جميل. اليورين ده ميه ووتر سولابل، فبالتالي لما يكون ووتر يخرج بقى في الايه؟ في اليورين، يبقى سهل الايه؟ الخروج منه. كلام جميل، كلام جميل جدا. تمام. يبقى انا دلوقتي قلت ان الميجور سايت بتاع الابزوربشن هو مين؟ هو الليفر. إيه بعمل ايه بالميتابوليزم؟ قال لك يا باشا بتعمل ميتابوليزم، بتحول كونفيرت الدراج فروم الليبيد سولابل تو ووتر سولابل. كلام جميل. هل كل الدراج اي دراج بيخش الميتابوليزم بيتكسر كله او بيحصل له ميتابوليزم؟ قال لك لا، في حاجه اسمها هارد دراج. او بيقول لك ايه بقى؟ ان some drug not metabolized at all. يعني بص، مش اي دراج يخش عمليه الميتابوليزم يحصل له ميتابوليزم كاملا. مش 100 مللي جرام مثلا دخلوا الدراج للليفر عايزين يحصل له ميتابوليزم، مش كله بيحصل له ميتابوليزم، ممكن 50% بس يحصل له ميتابوليزم. وبنسمي الدراج ده هو ان تشينج دراج، علشان لما تيجي تاخد يا معلم الانتي بايوتيك بفتكرني لو انا مت بقى وحصل لي حاجه، بفتكرني بالكلمه دي. لو انت لما تيجي تاخد الانتي بايوتيك وتيجي تعالج اليورينري تراكت انفكشن، يعني واحد عنده انفكشن في مجرى البول، يبقى هتعالجه بايه؟ يبقى انا عايز دلوقتي ايه؟ انا عايز دلوقتي فكر انت ما خدتش حاجه بس فكر معايا. انا دلوقتي عايز
اعالج، انا عندي انفكشن في بكتيريا عملت لي انفكشن في اليورينري تراكت انفكشن. طب يا دكتور دلوقتي هنقف نتكلم، انت دلوقتي الدراج لما انت بتديه بيحصل له ميتابوليزم يعني بيتكسر. حلو. هيروح للاليمينيشن يمشي في الايه في اليورينري تراكت في ايه فيبقى متكسر، مش هيروح يشتغل اسمها ايه في اليورينري تراكت. طب اعمل ايه؟ قال لك يا باشا في دراجز اسمهم unchanged، ما بيتغيرش، الميتابوليزم ما بيأثرش فيه، فيروح يشتغل فين؟ في اليورينري تراكت انفكشن. اتمنى تكون فهمت الكلمه دي، مش عليك بس ايه، بس دي حاجه ليه ليك يعني. تمام، اتفقنا يا باشا. يبقى مش كل دراج بيخش الميتابوليزم يحصل له ايه؟ يحصل له ميتابوليزم. انا عايزك تعرف الكونسبتس اللي انا بقولها دي هتسهل عليك الايه؟ السكشن. كلام جميل. طب يا عم الحاج دلوقتي انا عندي دلوقتي، انا لسه من شويه قايل لك ان الميتابوليزم عباره عن ايه؟ بايو ترانسفورميشن، يعني تحول حاجه من حاجه لحاجه، من حاجه لحاجه. قال لك يا باشا الميتابوليزم بيكون له اربع صور، يعني اما تحول اربع صور بالظبط، اما تحول اكتف دراج لاكتف دراج، اكتف دراج لاكتف دراج. طب ازاي؟ قال لك تعالى اقول لك. تعمل برولونجيشن، يبقى اما اكتف دراج لاكتف دراج، فتعمل ايه بقى؟ فتعمل برولونجيشن اوف اكشن، يعني تزود الافيكاسي بتاعت مين؟ بتاعت الدراج في الجسم. فلما تحول من اكتف دراج لاكتف دراج، يعني ده الاكتف دراج الاول ده راح اشتغل ودخل الليفر هيتكسر، فالمفروض يخرج. لا يا باشا، انا هخرج اتحول الى اكتف دراج تاني، هشتغل برده تاني. زي مين مثلا؟ عندنا ماده اسمها الايه؟ الكودايين. الكودايين ده يا باشا بيخش الليفر يتكسر، الكودايين ده انتي توصف، يخش الجسم يتكسر يتحول الى حاجه اسمها مورفين، المورفين يروح يشتغل برضه. يبقى اما اول حاجه تحول الميتابوليزم بيحصل، اما تحول من اكتف دراج الى اكتف دراج، واما تحول من اكتف الى ان اكتف. دي طبعا اللي احنا عايزينها، اللي هو بتعمل ترمينيشن للايه؟ للدراج، يعني بتخرج الدراج ايه؟ تحصل له اكسكريشن بقى. تمام. الحاجه الثالثه ان بتحول من ان اكتف دراج الى اكتف دراج. طب ازاي؟ قال لك انت خدت في السيوتكس حاجه اسمها البرو دراج. البرو دراج ده انت بتاخد دراج ما مش شغال، يعني مش شغال في اسم، انت واخد الدراج بتاعك ده مثلا بيتكسر بالاسيديتي او حاجه، فانت بتجيب الدراج بتاعك بتلزق معاه استر مثلا ولا اي حاجه، فيقوم داخل جوه يتحول. البرو دراج عموما يتحول، هو اصلا ان اكتف، هو ما بيشتغلش، فطول ما بيخش البلد يتحول الى اكتف دراج، يتكسر بالاستري، يحصل له ميتابوليزم، يتكسر لايه؟ لاكتف دراج. زي مين؟ عندنا الدواء بيستخدم في علاج الايه؟ الضغط، اسمه الايه؟ الانالابريل، يتحول الى انالابريليت. تمام كده؟ تمام. الصوره الرابعه قال لك يتحول من نون توكسيك دراج الى توكسيك دراج. طب كلام يعقل؟ قال لك اه كلام يعقل. انت خدت دراج زمان، خدنا دراج زمان اسمه الباراسيتامول. لو احنا خدنا دراج الباراسيتامول ده اكتف دراج، ده نون توكسيك، حاجه نون توكسيك بيستخدم كمان. قال لك لو انت خدت هذا الدراج بيتحول في جوه الجسم الى حاجه اسمها ان اسيتايل بنزو كوينون، بيقول عليها النبكي. يبقى الباراسيتامول بيتحول من ايه؟ من نون توكسيك الى توكسيك. النبكي بيخش الجلوتاثيون فيس 2 اللي زي ما هنقول كمان شويه. تمام. يبقى انت يا عم الحاج الكيميكال بتاع الكيميكال رياكشن اللي بيعملها او الليدز بتاعه الميتابوليزم عباره عن كام؟ اربع حاجات. اما يحول من صوره اكتف الى صوره اكتف، او اما يحول من اكتف الى ان اكتف، او يحول من ان اكتف الى اكتف، او يحول من نون توكسيك الى ايه؟ الى نون توكسيك. عندنا يا باشا حاجه اسمها ازاي بيعمل الحاجات دي؟ قال لك بيعمل الحاجات دي عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها الفيز 1 وفيز 2. اللي هو ايه؟ اللي هو البايو كيميكال رياكشن. عندنا يا باشا طبعا عندنا الفيز 1 والفيز 2. الفيز 1 دي يا باشا امتى دي بتشتغل وامتى دي بتشتغل؟ قال لك يا باشا انا لو عندي الدرج اللي اللي معايا دلوقتي دخل والله الليفر، فدخل على مين؟ على فيز 1. اتعاملت معاه بالايه؟ بالانزيمات اللي في الفيز 1، فبقى اتحول من الليبيد سولابل الى ووتر سولابل. خلاص بقى، فاروح اكسكريشن. حلو قوي. طب انا لو دخلت جه دراج معايا كده، فدخلته على الليفر، هو ليبيد سولابل، فدخل فيز 1. ففيز 1 ما عرفتش تحوله الى ايه؟ الى ووتر سولابل. طب نعمل ايه بقى؟ قال لك يا باشا هات فيز 2. ايه فيز 2 دي بقى؟ الفيز 2 دي عباره عن انك بتجيب الدرج اللي هو ما تحولش الى ليبيد سولابل، بتقوم جايب مركب من جوه الجسم اندوجينوس سبستانس، والاندوجينوس سبستانس ده بيكون مور ايه؟ مور لايبوفوبيك،
يعني حاجه ووتر سولابل، فانت ايه بتقوم ماسكها مين، بتقوم ايه لازقها في المركب ايه في الدرج بتاعك. فبالتالي يبقى انت عندك كده الدرج بتاعك معانا الدرج ومعاه ايه ومعاه حاجه لازقه فيه. الحاجه اللي لازقه فيه دي بتكون مور سولابل، يعني بتكون مور سولابل في الووتر، فتقوم خارجه فين من ايه من يحصل لها اكسكريشن بسهوله. كلام جميل جدا ويحترم. عايزين كده ايه شويه الحاجات اللي انا قلت لهم لك دول جامدين جدا، يعني دول حاجات لازم تكون فاهمهم من اول للاخر. كلام جميل. احنا طبعا زي ما اتفقنا قلت لك الميجور 7 بتاع انا خدت الدرج فوق اهو، تمام، هو ده الدرج اللي احنا خدناه، تمام تمام يا باشا كده، تمام. تعالى نرسم بالقلم ده. دخلت طبعا هنا الدرج دلوقتي اللي احنا خدناه، تمام كده. الميجور اهو، قلت لك يا باشا الميجور سايت بتاع لا لسه قايل لك من شويه، الميجور سايت بتاع الميتابوليزم هو مين؟ هو الليفر. حلو. الدرج داخل الجسم الليفر، اما يمشي في المسار ده اهو، واما يمشي في المسار ده اللي هو في اما يمشي في فيز 1 او فيز 2. امتى يمشي في فيز 1 وامتى يمشي في فيز 2؟ قال لك يا باشا اي كل دراج بيخش بيمشي في المسار ده الفيز 1. لو الفيز 1 والله حوله من الصوره السولابل من الصوره الليبيد الى الصوره الوتر، ماشي يا باشا، حلو الكلام، يمشي يا باشا في فيز 1، وبعد كده يمشي ايه يحصل له ايه؟ يحصل له يا باشا اكسكريشن او اليمينيشن. كلام جميل. طب لو يا باشا الدراج بتاعنا ما مشيش، ما ايه ده كان دراج ابن ناس مثلا وشايف نفسه كده علينا وما عرفش يتحول من وما عرفناش نحوله من الليبيد سولابل الى ووتر سولابل، يخش فين؟ يخش فيز 2. تمام كده، دي توكسيفيكيشن. الكلام ده كله هنقوله كمان شويه، ويحصل له اليمينيشن بعد كده. ماشي يا باشا. قال لك تعال نشوف كلمه ايه دراج ميتابوليزم. قال لك دراج ميتابوليزم هي بايو ترانسفورميشن اوف ذا دراج انتو مور ووتر سولابل فورم تو بي اكسكريتد. نفس الكلام اللي بقوله لك. الدراج ميتابوليزم عباره عن ايه؟ بايو ترانسفورميشن، تحويل الدراج من صوره ليبيد الى صوره ووتر. كلام سهل اهو، ماشي كده، ماشي. بيقول لك بقى كلمه ايه ميتابوليزم، بيقول لك ايه الدراجز ار موست اوفن الدراجز اللي هي اتحولت يحصل لها اليمينيتد باي ترانسفورميشن. قال لك اند اكسكريشن، نفس الكلام اللي بقول لك في اليورين او في الايه في البايل. كلام كمان سهل اهو، ماشي كده، تمام جميل. بيقول لك يا باشا السايت اوف ميتابوليزم، لسه قايل لك من شويه الليفر هو الميجور ايه سايت اوف ايه اوف ميتابوليزم. الليفر هو ايه هو الليفر هو الميجور سايت اوف ميتابوليزم. بات سام اللي لسه قايل لك من شويه برضه ان في بعض الاورجان بيحصل فيهم ايه ميتابوليزم. حلو. الاوت كام، ايه الاوت كام ده؟ انا بعد ما عملت ميتابوليزم ايه اللي هيحصل او ايه اللي حصل اثناء ايه اللي حصل اللي طلع لي؟ قال لك يا باشا الميتابوليزم but not always result in activation of the drug. طبعا الناس كلها مفكره ان الميتابوليزم ده عباره ان انا بدخل الدرج بكسره، يعني بايه؟ بنهي على الايفكت بتاعته. لا طبعا ده مش كده. انا لسه قايل لك الاربع صور بتوع الدرج. قال لك بيقول لك فبيقول لك كده تعال ان انا ممكن احول هنا سام دراج. قال لك كونفيرت انتو اكتيف فورم، ممكن يتحول لاكتيف فورم. يعني دلوقتي الناس مفكره ان الميتابوليزم عباره عن كلمه ميتابوليزم يعني تكسير. طبعا ده الكلام لا، هي مش تكسير، هي اسمها بايو ترانسفورميشن. بايو ترانسفورميشن يعني تحويل حاجه من حاجه لحاجه. كلام جميل. يبقى ليس لما واحد يقول لك يجي لك في الام سي كيو يقول لك الميتابوليزم از ان اكتيفيشن اوف ذا دراج اونلي، تقول له لا على طول. ما ممكن يتحول من اكتف زي ما انا قايل لك من شويه من اكتف لاكتف، وممكن يتحول من ان اكتف لاكتف دراج. تعالى نجيب لك مثال اهو. بيقول لك سام دراج كونفيرت تو مور اكتف فورم باي ميتابوليزم. بعض الادويه انا دلوقتي خدت الكودايين ده اهو باخده از انتي تصف. يعني ايه انتي تصف؟ يعني حاجه مثبطه للايه؟ للكحه. كلام جميل. انا خدته انتي تصف، راح اتكسر للجسم الكودايين طلع لي مورفين، طلع لي ماده اسمها المورفين ده طبعا هاي انرجيسيك دراج، يعني حاجه بتستخدم في الايه؟ في الانالجيسي. الانالجيسي بقى اكيد انتوا عارفين يعني الانالجيسي. الانالجيسي دي اللي هي ايه؟ اللي هي المسكن. تمام؟ يبقى حاجه اكتف تحولت لايه؟ لحاجه اكتف برضه. يعني برضه مش اكتيفيشن. تمام؟ بيقول لك الصوره اللي بعدها بيقول لك سام دراج ار اكتيفيتد باي ميتابوليزم، يعني في زي البرو دراج. انا دلوقتي خدت برو دراج ده اصلا مش اكتف، فبيحصل له ميتابوليزم يشتغل بعد الميتابوليزم. كلام جميل. زي مثلا عندنا الليفودوبا طبعا ده بيشتغل في الباركنسونيزم ديزيز، هتاخدوه طبعا ان شاء الله باذن الله في السي ان اس. تمام. از يوزد فور تريتمنت في الباركنسون ديزيز اللي هو ايه؟ اللي هو الشلل الرعاش. ات از ايه؟ ات از نوت اكتيفيتد فورم. يعني الليفودوبا ده بص اصل كلمه الدوبا دي اصلا بتتكسر. الدوبامين هو إيه؟ الدوبامين ده بيتكسر اصلا، هو بروتين، هو ايه؟ هو كاتيكولامينز. فلو انت خدته كده اورال هيتكسر بالايه؟ بالانزيمات. الانزيم اللي ايه؟ الموجوده في الايه؟ الموجوده في الانتستين، ومش هيعدي البلاد برين بارير. طب يعملوا ايه العلماء؟ قالوا لك ايه بقى؟ قال لك طب فكروا شويه، قالوا لك يا باشا انا هعمل حاجه اسمها ليفودوبا، هعمل حاجه دوبا تخش يحصل لها دوبا تخش بس البرين
تتحول من كلمه دوبا الى دوبامين عن طريق انزيم هنعرفه بعدين. بس ده اللي انت تعرفه عنه. تمام تمام يا باشا. طبعا زي ما انا قلت لك من شويه ان الدرج عندنا اهو ده ابن الناس اهو. تمام قوي. ده قال لك يا باشا بيحصل له حاجتين، اما يخش في الفيز 1 اللي هي الاكسيديشن، واما يخش في الفيز 2 اللي هي الجلوكورنديشن زي ما هنقول كمان شويه. تمام تمام. تعالى بقى ايه الهدف الاسمى عشان يحصل له اكسكريشن. ماشي كده كلام جميل. تعال نشوف بقى الفيزز اوف ايه اوف ميتابوليزم. تعال نقلل شويه بس الايه بتاع دي شويه. ايوه كده. الفيزز اوف ايه اوف ميتابوليزم. احنا عندنا حاجتين لما انا قلت لك دلوقتي من شويه كلمه فيز اوف ميتابوليزم يعني ايه؟ فيز اوف ميتابوليزم ان انت عندك حاجتين او حاجتين من الميتابوليزم. انا لسه قايل لك من شويه انا عايز احول الدرج من مور بولر من سولابل من ليبيد الى ايه؟ الى بولر. حلو. فانا لو الدرج ابن ناس ده دخل الفيز 1 وتحول والله كان بها. بص الفيز 1 دي عباره عن ايه؟ الفيز 1 دي عباره عن ان انا بجيب بعض الانزيم بخلي بعرضها للايه؟ للدرج ده. يعني عندي مثلا فانكشناليزيشن. يعني كلمه فانكشناليزيشن عندنا طبعا احنا عارفين ان الاو اتش دي هاي بولر، والسي او او اتش الكربوكسيليك جروب هاي بولر، وعندنا الان اتش 2 دي هاي بولر. كلام جميل. فانا عايز اضيف الحاجات دي الكومباوند دي او الفانكشنال جروب دي الى الايه؟ للمركب بتاعي. يبقى اسمها ايه؟ اسمها فانكشناليزيشن عشان انا بضيف فانكشنال جروب لمين؟ للايه؟ للدرج بتاعي عشان ازود السوليبيليتي بتاعته. يبقى اسمها ايه؟ اسمها فانكشناليزيشن. طب في ناس بيسميها انزيماتيك فيز. يعني كلمه انزيماتيك فيز عشان انا بستخدم فيها انزيمات انزيمز. عندنا هنستخدم مثلا السيتوكروم بي 450 ده انزيم. حلو. وعندنا حاجه اسمها برضه كاتاليز وامينيز واميديز واستريز والحاجات دي كلها، واوكسيديز وريدكتيز ودي هيدروجينيز وهيدروليز والكلام ده. تمام كده؟ تمام. يبقى انت دلوقتي عرفت ان الفيز 1 ليها ثلاث اسماء، اما فيز 1 واما اسمها فانكشناليزيشن وعرفت ليه؟ علشان انا بضيف فانكشنال جروب للمركب، وانزيماتيك علشان انا بعمل ايه؟ عشان انا بستخدم فيها الانزيم زي كاتاليز. تمام؟ تمام. فيز 2 طبعا سيبك من فيز 2 دلوقتي هنجي لها كمان شويه. قال لك البايوكيميكال رياكشن. ايه اللي انا بستخدمه؟ قال لك انت عندك ثلاث كيميكال رياكشن بس في الفيز 1. اوكسيديشن، اما تعمل اوكسيديشن واما تعمل ريدكشن واما تعمل هيدروليسيس. كلام جميل كلام جميل. بواسطه ايه بقى؟ بواسطه انزيم اسمه السيتوكروم بي 450. هل هو الوحيد؟ لا. مينلي السيتوكروم بي 450. في حاجات ثانيه؟ في حاجات ثانيه زي ما هناخد دلوقتي كمان شويه السيتوكروم 3 ايه 4. ده برضه ميجور برضه بس هناخده كمان شويه. يبقى انا دلوقتي اعمل حاجه ايه؟ الكيميكال رياكشن اللي بتحصل في الفيز 1 عندي ثلاث حاجات، اما تعمل اوكسيديشن واما تعمل ريدكشن واما تعمل ايه؟ هيدروليسيس. طب بواسطه ايه هعملهم؟ قال لك بواسطه يا باشا حاجه اسمها انزيم اسمه سيتوكروم بي 450. هو بيكون مايكروزومال ميكسد فانكشن اوف ايه؟ اوكسيديز. كلام كاتالايزد باي قلنا في سيتوكروم بي 450 مللي. طب التارجت بتاعي انا عايز اعمل ايه؟ لسه قايل لك يا ابني من شويه، والله لسه قايل لك ان الميتابوليزم اصلا التارجت بتاعه ان انا بحول من ليبيد سولابل الى ووتر سولابل. تعالى نقرا الكلام. بيقول لك يا باشا زي سيرف تو كونفيرت اللايبوفيريك molecules into more polar form by introducing or unmasking polar function group. ايوه اهو. يبقى انا دلوقتي بحول من اللايبوفيليك دراج الى ووتر سولابل دراج ازاي؟ اني بضيف فانكشنال جروب. عندي الفانكشنال جروب ما ماسك فيها سي اتش 3 مثلا، فانا عايز اشيل السي اتش 3 فبستخدم الحاجات اللي فوق دي. تمام. بقول لك يا باشا هذا الفيز ده بيزود او اما يعمل انكريز للاكتيفيتي بتاع الدراج زي ما قلنا من شويه الصور يا باشا. ركز في الصور او الانترودكشن اللي انا قلت لك في الاول، او يعمل ديكريز او يعمل ايه؟ يسيبه زي ما هو ليفز. يسيب الايه؟ يسيب الدراج طبعا اكوردنج تو للايه؟ للليدز اللي انا قايلها لك من شويه. ماشي كده؟ كلام جميل. يبقى انا دلوقتي يا باشا عرفت التارجت. طبعا انت لازم بص اي امتحان انا عهدته في حياتي لازم يجيب لك الفيز 1 والفيز 2. فانت الفيز 1 والفيز 2 اما يقول لك اتكلم عن الفيز 1 لوحدها واما يكون اتكلم عن الفيز 2 لوحدها، او اما يسالك ام سي كيو يقول لك الفيز 1 فيها ايه الانزيم اللي فيه، ايه الرياكشنز اللي فيها، فانت لازم تركز عليهم. او يقول لك يا باشا سؤال ب5 درجات يقول لك قارن لي بين ايه؟ بين الاثنين. الفيز 2 قال لك احنا قلنا هناك الكيميكال رياكشن هناك. انا قلت لك الفيز 2 اسمها كونجوجيشن. يعني ايه كلمه كونجوجيشن؟ كونجوجيشن دي يعني انا بجيب حاجه بلزقها في ايه؟ بحطها جنب حاجه جنب حاجه جنب حاجه. يبقى عشان انا لسه قايل لك من شويه ان انا عشان ازود البولاريتي بتاع المركب ما قدرتش عليه في اضافه جروب، فانا هعمل ايه بقى؟ قال لك يا باشا هات مركب من بره
له ووتر سولابي عاليه قوي 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 قوي، والزقها بيه، والزقها بالمركب اللي عندك، فبالتالي البولاريتي بتاعت المركب اللي عندي بقى بعد ما تلزق فيه هتزيد. فاسمها ايه؟ اسمها كونجوجيشن. قال لك موست كومونلي كونجوجيتد رياكشن اوكيرنج. اكتر مركب احنا بنجيبه ونلزقه في المركب اسمه جلوكورونيك اسيد. اسمه ايه؟ جلوكورونيك اسيد. وفي حاجه ثانيه اسمها سلفوريك اسيد وامينو اسيد وايه واسيتيك اسيد، بس الاكتر هو اسمه جلوكورونيك اسيد. تعرفوا ده الجلوكورونيك اسيد جلوكورونديشن، اسمها جلوكورونديشن. تمام تمام. بقول لك يا باشا ايه الكاتالايز تبقى ايه بقى؟ قلنا يا باشا بالاندوجينوس سبستانس، ان انا بجيب حاجه من جوه الجسم مور بولر بلزقها في مين؟ في هذا الايه؟ في هذا الانزيم، في هذا المركب. تمام. التارجت سايت بتاعتك بقى، قال لك يا باشا التارجت، انا لسه التارجت هو نفس التارجت، ان انا بحول دراج من هاي ليبيد سولابل، من ليبيد سولابل الى ووتر سولابل. انا عمال بعيد في الكلام تاني اهو، وكلام سهل جدا يعني، لكن الناس تعرف تعرف تذاكر فيه وتعرف يعني كلمه انا احول من ووتر سولابل من ليبيد سولابل لبولار سولابل دي ووتر سولابل دي قلت لك 50 مره لغايه دلوقتي. ما علينا. انك بتزود فارزر انكريز السولوبيليتي بروموتنج اليمينيشن مور ووتر سولابل بورا، نفس الكلام اللي ايه ثيرابيوتيك ان اكتيف، نفس الكلام اهو. ماشي. عشان يخرج منين؟ من عشان ايه؟ اجهزه للحاجه اللي بعدها اللي هي سامع الناس بتقول اهي يورينري اكسكريشن. كلام جميل كلام جميل. تعالى بقى نعرف ايه الليفر، ايه اللي عندنا حاجه اسمها ليفر مايكروزومال انزيم. بص يا باشا، عندنا انزيم اللي بتساعدني في الميتابوليزم. موجوده فين؟ موجوده في الليفر. انا عايزك تعرف الكلام ده وبس. موجوده فين في الليفر؟ موجود على حاجه اسمها سموث اندوبلازميك ريتيكولم. السموث ايه؟ اندوبلازميك ريتيكولم. موجوده على فين بقى؟ لو انت خدت اصلا هيستولوجي هتلاقيها موجوده على البرانكايمال سيل بتاع مين؟ بتاعه اسمها دي بتاع البرانكيمال سيل بتاعه الليفر. دلوقتي يا شباب اللي انتوا عايزين تعرفوه في الميكروزومال انزيم، ايه اللي نعرفه؟ الميكروزومال انزيم دي بتستخدم في الايه؟ في الميتابوليزم. يعني هي موجوده فين؟ موجوده في السموث اندوبلازميك ريتيكولم، في السيل، في البرانكيمال سيل بتاعه مين؟ بتاعه الايه؟ الليفر. مسؤول عن الايه؟ دراج ميتابوليزم. تمام. هل الانزيم دي مسؤول عن الدراج ميتابوليزم بس؟ لا، قال لك مسؤوله برضو عن الميتابوليزم بتاع مين؟ اندوجينوس ايه؟ اندوجينوس كومباوند، زي الايه؟ الاستيرويدز والايه؟ والليبيدز اللي موجوده في الايه؟ في الجسم. كلام جميل. ماشي. قال لك يا باشا عندنا حاجه اسمها الايه؟ ال6 ايزوزايم. يعني ايه كلمه ايزوزايم اصلا؟ ايزوزايم ده هتاخدوها في البايو ان شاء الله، حاجه شبيهه بالانزيم. حلو. ايه بقى؟ عندنا في واحد اسمه سيتوكروم بي 3 اي 4. ده يا باشا برضو ده بيستخدم، يعتبر كده زي السيتوكروم بي 50، يتحفظ. وبيستخدم فين؟ في الفيرست باس ميتابوليزم. ايه الدرج اللي بيستخدم في الميتابوليزم بتاعها؟ عندك دراجين، كلوروبرومازين، سي بي زد يعني كلوروبرومازين، وعندك ايه؟ كلونازيبام. تمام. كلهم بتوع ادويه سي ان اس يعني. هتاخدوها ان شاء الله في الايه؟ في السي ان اس، وهتاخدوا عليها كيسز في الحاجات دي في الكلينيكال ان شاء الله. بعد كده نخش على الميتابوليزم انتر اكشن. عندنا يا باشا حاجتين، اما الليفر يعني اما تاخد دراج يعمل ليفر مايكروزومال انزيم انديوسر، يعني يزود الميكروزومال انزيم بتاع الليفر، فبالتالي لما يزود السينسز اوف سيلكتيف السيتوكروم بي 450، لما يزيد الانزيم هيزيد الميتابوليزم ريت، فبالتالي هيقل هيكسر الدواء، فبالتالي الدواء هيكسر فيقل نسبه الدواء في الجسم، يقل البلازما ليفل اهو بتاع الدراج. حلو. فبالتالي يقلل الايه؟ فالماركولوجيكال افكت بتاعت مين؟ بتاع الدراج. كلام جميل جدا. يبقى انا دلوقتي لما انا اخد دراج يزود لي، اخد دراج يعمل لي ليفر مايكروزومال انديوسر، هيعمل لي ايه؟ هيقلل لي نسبه الدراج، هيزود الميتابوليزم، كميه الميتابوليزم. فبالتالي كل ما يزود كميه الميتابوليزم كل ما الدراج يتكسر ويحصل له اكسكريشن ويقل من الدراج. قال لك يا باشا الاكتيفيتي مي انكريز باي ديكريز باي دراج انديوسر ان كيس اوف برو دراج. ايوه صح الكلام ده، عشان البرو دراج اصلا بيتحول من صوره ان اكتف الى اكتف، فلما انت تزود الميتابوليزم بتاعه الكميه الاكتف اللي لما يتحول من بص، احنا دلوقتي انا اخدت الدراج كبرو دراج، وانا مدي لك دراج انديوسر، يعني حاجه بتزود الميتابوليزم. حلو. فهيزود تحويل الدراج اللي هو البرو دراج ده من صوره ان اكتف الى صوره اكتف، فبالتالي يزود الافكتيف بتاع مين؟ بتاع الدراج، فيزود البلازما ليفل في الدراج. هي دي الاكسبشن الوحيد. تمام. فبالتالي يا باشا لما انت تدي دراج انديوسر مع دراج تاني، معلش هتزود الدوز بتاعته.
هتزود اهو بيقول لك اف انديوسر دراج ادمنستريتد ويز اذر دراج. هتزود الايه؟ لو انت خدت دراج بيعمل انديوسر مع دراج مع دراج تاني، فانت لازم تزود الايه؟ الدوز بتاعت مين؟ الدراج بتاعك عشان تجي لك افكت. علشان كده عندنا حاجه اسمها بريجنانسي بريك ثرو. مش عايز اقول ازود في دي حوار كده، ده حوار في الحوارات دي ان واحده بتاخد كونتراسيبتيف بايلز وفي الاخر تلاقيها تحمل. طب ازاي؟ عشان خدت معاها مين؟ دراج ايه؟ دراج انديوسر. كلام جميل، كلام جميل. ايه بقى الادويه اللي بتعمل دراج انديوسر؟ عندك الباربيتيوريت. تعرف لي مين بقى؟ تعرف لي الباربيتيوريت لازم فينوباربيتول، ريفامبين. هم دول وريفامبين والايه والفينيتوين. دول اكتر حاجات ايه تعرفها. كلام جميل، كلام جميل. تعال نخش على الحاجه الثانيه، ايه كلمه انهيبيتور بقى؟ العكس، كل حاجه العكس بقى. عندك يا باشا لما تعمل انهيبيشن للسيتوكروم بي 450 اكتيفيتي يقلل لك الميتابوليزم ويقلل لك الانزيم فيزود البلازما ليفل من الدم فيعمل لك ايه؟ يزود الفارماكولوجيكال افكت فيعمل توكسيستي. ماشي؟ تمام. قال لك يا باشا موست كومون فورم اوف انهبيشن از ثرو كومبيتيشن فور ايه؟ فور اكتيف سايت اوف انزيم زي الكيتوكونازول. ازاي الكلام ده؟ يعني ايه الكلمه ده؟ يعني احنا عندنا دلوقتي الاكتيف سايت بتاعي اللي هو المكان اللي هيروح يمسك الدراج فيه عشان يشتغل. معظم الانهبيتورز بتروح تعمل ايه؟ كومبيتيشن، يعني ما بتخليش الدراج يمسك فين؟ في المكان عشان يحصل له ميتابوليزم في الليفر. انا دلوقتي اللي بص، الدراج عشان يحصل له ميتابوليزم في الليفر لازم يروح يمسك في حته معينه في الليفر عشان يحصل له ميتابوليزم. قال لك الانهبيتور بقى معظمها بيروح يعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للايه؟ للمكان اللي هو الايه؟ للانزيم. مثلا يروح يمسك في الانزيم ما يخلوش يشتغل، يروح يمسك مثلا في الجلوكونديشن ما يخلوش يشتغل، زي الكيتوكونازول من اهم الايه؟ الدراج اللي بتستخدم في الحاجات دي. طب حلو. قال لك يا باشا طب لو انا اديك دراج بيعمل انهبيشن للسيتوكروم بي 450 هعمل ايه في الدوز؟ قال لك يا باشا قلل الدوز. تقلل الدوز ليه بقى؟ قال لك يا باشا انا لما ادي انهبيشن للميكروزومال انزيم فنسبه الدراج في الدم هتزيد فالميتابوليزم هيقل فبالتالي نسبه الفارماكولوجيكال افكت هتزيد. فانت لو زودت الدوز هتزود التوكسيستي. لا قلل الدوز يا باشا عشان ايه؟ تناسب الاثنين مع بعض، زي مثلا مين؟ الوارفرين. تمام كده؟ تمام. عندك حاجه عندنا حاجه اسمها الاوميبرازول. عارف الاوميبرازول ده في مره، الاوميبرازول ده في مره دخل عيان هارت فيلير الامرجنسي ال ال اسمها ايه؟ بياخد معاه بلافيكس اللي هو كلوبيدو جوريلا. دخلوا ال العنايه مغمى عليه، كان هيموت والله فيها عشان الاوميبرازول ده. بيقول لك ليه بقى؟ عشان الاوميبرازول بيعمل انهبيشن لمين؟ للميتابوليزم وفوق ايه؟ وارفرين. كلام جميل. لو عمل انهبيشن للوارفرين يبقى اذا انكريزنج البلازما كونسنتريشن اوف ايه؟ وارفرين، انكريز الريسك اوف ايه؟ هيموريدج، يحصل له بليدنج يا باشا. نفس الكلام اللي فوق بالظبط. تمام كده؟ تمام. ده كلام ايه؟ ماشي. تمام. انكريزنج الايه؟ ده الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شويه. بيقول لك فاكتور افكتنج الميتابوليزم بقى، في حاجات بتاثر على الميتابوليزم غير الانزيم. قال لك اول حاجه عندنا الجينetics. ايه الجينetics؟ الجينetics دي موجوده فين؟ في قلب الايه؟ في قلب الجين ترانسبورت، الجين بتاع الايه؟ الانسان. عندنا في ناس، عندنا مثلا ناخد ايه؟ انزيم مثلا زي الايه؟ الاسيتايليشن مثلا، حاجه اسمها الاسيتايليشن، ايزونايزايد. الايزونايزايد ده اهو ده بتاع انتي ايه؟ انتي اسمها ايه؟ الايزونايزان ده بيستخدم از ايه؟ انتي تي بي. ايه التي بي ده؟ ده تيوبر كلورودس اللي هو الضرن. ده بيستخدم في علاجه. كلام جميل، كلام جميل. قال لك بعد ما بيستخدم في علاجه، بعد ما انا اخد الايزونايزان ده عايز اكسره، قال لك بكسره بحاجه اسمها الاسيتايليشن. اسيتايليشن. حلو حلو. في ناس عندهم الاسيتايليشن ده هو بيكون سريع وناس عندهم بيكون قليل. فبالناس بيكون عندهم رابيد اسيتايليتور ويكون واحد اسمه ايه؟ سلو اسيتايليتور. ايه اللي بيحصل؟ الجينات. ده عنده جينات بتخليه رابيد وده عنده جينات بتخليه سلو. زي مين؟ زي الايه؟ الافريكان عندهم رابيد والايه؟ والايشنز ايروبيان عندهم ايه؟ عندهم سلو. كلام جميل، كلام جميل. ريت في ايه اوف ساكسينال كولين ده طبعا هتاخدوه في الايه؟ في السي ان اس ان شاء الله باذن الله، او هتاخدوه في يا رب هتاخدوه فين؟ هتاخدوه في الاوتونوميك نيرفس سيستم. طبعا يا شباب بركز تاني اهو على حوار الفسيولوجي. هتفهم فسيولوجي يا ابني انت وهو هتعدي فارما وهتبقى الفارما عندك من اسهل المواد في الترم. حلو الكلام، حلو الكلام. طلصقت مش عارف فسيولوجي يا حبيبي؟ تعالى لي يا حبيبي وانا اعرفك يعني ايه فسيولوجي، وهعرفك اللي مطالب منك. مش هتروح بقى تذاكر كل الفسيولوجي، لا اعرفك المطالب منك في كورس الفارما. حلو يا باشا. ده كلام ده كله النظري ده كلام يا باشا. من غير فسيولوجي، من غير ما تفهم فسيولوجي اقسم بربي، شوف اقسم بربي هتقعد
تحفظ ادويه وتحفظ كلام وانت مش فاهمه ولا عارفه ولا اي حاجه. حلو يا باشا. فالفسيولوجي ثم الفسيولوجي ثم الفسيولوجي. كلام جميل كلام جميل. يبقى اول حاجه خدناها الجينetics، ثاني حاجه ناخد ايه؟ الدايت. هل الدايت بيأثر على الميتابوليزم؟ قال لك اه. طب انت لو عندك واحد بياكل كويس هيكون عنده انزيم الليفر كويس والانزيم كويس، فبالتالي الميتابوليزم هيكون كويس. واحد ستارفيشن جعان ما بياكلش، الانزيم هيقل، هيحصل ديليشن للجلايسين ايه كونجوجيشن، طبعا هتقل الايه الحاجات دي. الدوزج، الدوز التوكسيك دوز. التوكسيك لما انت تاخد مثلا، لو انا خدت مثلا دراج في الصوره العاديه، هيروح شويه الدراج اللي انا خدتهم هيروحوا يكسروا شويه الايه الانزيم اللي عندي. طب لو انا خدت دراج مور توكسيك، خدت كميه كبيره، هيروحوا مره واحده يخلصوا الايه الانزيم بتاعتي، فانا لو اخدت تاني هيحصل توكسيك افكت، مش هيحصل له ميتابوليزم كلام، فهيقلل ايه الميتابوليزم. اهو بيقول لك يا باشا التوكسيك دوز بتعمل ايه؟ ديبليت للسيتوكروم بي 450 انزيم اذر انزيم. الايدج، والله يا باشا هل الراجل الكبير زي الصغير؟ لا طبعا. عندك النيونيتس مثلا كانت ديتوكسيفيكيت الايه الكلورامفينيكول، طبعا عندنا حاجه اسمها الكلورامفينيكول ده انتي بايوتكس، ده بيدوا للاطفال اول ما يخرج من الفاجينا كافيتي يخرج على طول يعملوا ايه؟ يحطوا له ايه؟ قطره ايه كلورامفينيكول. طبعا الكلورامفينيكول عشان بيعمل حاجه اسمها جري بيبي سندروم، اللي هي ايه جري بيبي سندروم، هو الكلورامفينيكول ده بيتكسر بحاجه اسمها الجلوكورونايل ترانسفيريز، الانزيم ده هو مش موجود فين؟ في النيونيت، فبالتالي بيحصل له ايه حاجه اسمها جري بيبي سندروم، فبالتالي دلوقتي ايه بقى ممنوع في الاطفال، فبيدوا له حاجه اسمها اريثرومايسين. يبقى يا باشا النيونيتس ما عندهمش، تقول لي كده يا دكتور الايدج اديني مثال يا ابني، هتقول له النيونيتس اللي هم الاطفال ما عنده الاطفال لسه مولودين ما عندهمش انزيم اسمه جلوكورونايل ترانسفيريز، ايه اللي بيعمل ميتابوليزم للكلورامفينيكول، فبالتالي هيحصل لهم جري بيبي ايه سندروم. كلام جميل كلام جميل. عندك حاجه اسمها السيركيديان ريزم، قال لك هل الميتابوليزم الصبح زي الميتابوليزم بالليل؟ قال لك لا طبعا. الميلاتونين والكورتيزول اللي بيتفرزوا بالليل بيأثروا على الايه؟ على الميتابوليزم. الكيميكال بروبرتي اوف ذا دراج، انا لسه قايل لك من شويه، هل كل الدراج اللي بيخش إيه في ممكن تاخد دراج يعمل لك انهيبيشن ممكن الميتابوليزم، ممكن يعمل لك ايه؟ انديوسر للميتابوليزم. حلو الكلام حلو الكلام. قال لك الروت اوف ادمنستريشن، الروت اوف ادمنستريشن، هل لما انت تاخد الانسولين او البروبرانولول، البروبرانولول ده هو لما انت تاخده اورال دراج، اورال عن طريق الاورال كده، هيروح في يعمل له فيرست ماس ميتابوليزم فهيتكسر كله، ولا النيتروجليسرين اللي ايه؟ طب خلينا في النيتروجليسرين اللي هو عندكم ده اللي هو انتي انجين. حلو. قال لك يا باشا النيتروجليسرين ده لو انت خدته اورال هيروح يكسر كله في الايه؟ فيرست باس ميتابوليزم، فبالتالي الميتابوليزم بتاعه عادي. طب لو خدته اي في، لا يا باشا الميتابوليزم بتاعه هيقل طبعا. كلام جميل جدا كلام جميل. بقول لك ان لو خدت النيتروجليسرين كان تجيفن اورالي، ما ينفعش تاخد ديو تو الفيرست باس ميتابوليزم. الجايندر، هل الميل زي الفيميل؟ لا طبعا. الميل طبعا هو افضل من الفيميل، وليس افضل في كل شيء، انتم يعني في كل شيء طبعا لا، يعني الرجال قوامون على النساء، لكن الميل في حاجات كتير افضل على الايه؟ الفيميل. وطبعا الفيميل هي الاساس في كل حاجه، الفيميل هي افضل حاجه في المجتمع. ازاي من الناحيه دي؟ الفيميل قال لك ايه؟ حافظات، قال لك يا باشا حافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حلو حلو. اذا حفظت الله في نفسك وفي اهلك تكوني من الناس الايه الكويسين. ما علينا في الموضوع ده، انتوا اكيد انتوا عارفين احسن مني في الكلام ده وعارفين الكلام ده كله. ما علينا. قال لك عندك مثلا الجندر، هل الميل زي الفيميل؟ لا طبعا. تعالى ناخد مثال، عندنا حاجه اسمها الانابوليك تستوستيرون ميل هرمون. قال لك يا باشا لما انا اديه للميل اديه بدوز عاليه عن الفيميل. ليه بقى؟ قال لك يا باشا عندك الميل بيعمل له ميتابوليزم هايلي انديوسر، بيزود الميتابوليزم عنده، لكن الفيميل عندها ايه؟ انهبيت الايه؟ الميتابوليزم. ماشي. قال لك يونج ميل، الراجل اللي هو يونج ميل ده، قال لك ار مورس ايه؟ مور سسبتبل فور سيديشن ويز باربيتوريتس ذان الايه؟ فاميلي. الفيميل قال لك والله يا باشا انا عندي دلوقتي اليونج ميل لما ياخد باربيتوريتس، واجيب واحده هجيب يونج ميل، هجيب ميل وهجيب فيميل، هادي ده باربيتوريتس وهادي ده باربيتوريتس. قال لك يا باشا الباربيتوريت دي بتعمل ايه اصلا؟ دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل سيديشن للايه؟ للجسم، يعني بتخليك تنام كده. حلو. لا دي الباربيتوريت انا زي ما متفقين هي بتعمل ايه؟ سيديشن، يعني بتقلل الايه؟ يعني بتخليك كده يعني بتنام. حلو. لو انا اديتها لراجل 100 مللي جرام هيروح ينام على طول. ليه؟ عشان الميتابوليزم بتاعه قليل فيه. طب لو انا اديتها للفيميل قال لك لا مش هتنام. ليه؟ عشان الميتابوليزم بتاعها عالي فهتكسر الدرجه بسرعه، فبالتالي الايفكت بتاعه هيقل. كلام جميل اهو، انتوا احسن مننا في حته اهو. كلام جميل. ماشي. قال لك الديزيز بقى ثلاث عندنا بعد كده الفاكتور الاخير الديزيز.
قال لك دلوقتي انا عندي الميجور سايد اوف ميتابوليزم هو الليفر. فلو حصل في الليفر اي حاجه، اي ديزيز مثلا ليفر سيروزس، يحصل لك اي هيباتيتس اي، هيباتيتس سي، هيباتيتس سي اي بي، كل ده بيأثر على مين؟ على الابيليتي اوف ايه؟ اوف ميتابولايتس، الميتابوليزم للايه؟ للدراجز. ليه بقى؟ عشان الانزيم هتقل. كلام جميل، كلام جميل. طب كدني ديزيز، قال لك امبيرتد اكسكريشن. ما انا قايل لك من شويه يا حبيبي ان الاليمينيشن ده عباره عن حاجتين، ميتابوليزم واكسكريشن. طب انا عملت الميتابوليزم هخرج الدرج ازاي ان شاء الله كده؟ هيفضل جوه في الجسم فيحصل لك توكسيستي. يبقى الكدني ديزيز برضه بتاثر على مين؟ على الاكسكريشن. تمام كده يا شباب؟ تمام كده. والكويشن دي ان شاء الله باذن الله كده اللي يسمع المحاضره ايه يبعت لي حلها. ويا شباب ان شاء الله كده انتوا يعني انا حاسس منكم كده ان انتوا ما شاء الله عليكم يعني ناس مجتهده جدا، ناس ما بتستجيبش خالص، ومش عارف هو في مشكله عندكم ولا في ايه بالظبط، انا مش فاهم يعني. مفيش خالص يعني بصراحه. هل انتوا مثلا واخدين اجازه من دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ حد يعني يكلمني او يرد عليا. تمام كده يا شباب. ارجو انك تكونوا استفدتوا من السيكشن ده، وان شاء الله كويس. انا قللنا الساعات النهارده شارحينه في كام؟ 36 دقيقه او 37 دقيقه. تمام. تمام. خذ العلم وعلمه للناس، فالله قال ليحيى يا خذ الكتاب بقوة. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.